لو فتحت بطاطساية ولقيت لونها من جوه اسود، او فيها لون بنفسجي او بني، او لقيت فيها انفاق وحفر كده، اي لون من دول ممكن يكون امن، واي لون ممكن يخلي البطاطسايه تترمى. ركز معايا لان في لون واحد ممكن يكون سام، وفي اخر الفيديو ان شاء الله هنعرف ايه العلامات اللي تقول لك لازم ترمي البطاطسايه دي فورا، وهنعرف طريقه تخزين البطاطس الصحيحه. يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك ويدوس على زر الجرس حتى يصله كل جديد، وندخل في الموضوع ونقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. البطاطس من اكتر الاكلات اللي موجوده طبعا في كل بيت، لكن القليل جدا اللي يعرف ان لون البطاطس من بره او من جوه ممكن يكون ايه، ممكن يكون طبيعي او خطر، او ممكن يكون سام كمان. النهارده ان شاء الله هنعرف كل الالوان وسببها، وايه ينفع يتشال او ينفع يتاكل، وامتى لازم يترمى. واولا هنمسك اول حاجه الوان البطاطسايه من بره، هنشوف الالوان اللي ممكن تظهر على البطاطسايه من بره، وبعدين كده هنشوف الالوان اللي ممكن تظهر من جوه البطاطس. اولا لون البطاطس لو لونه اخضر، احيانا بنشتري بطاطس كده بنلاقي جزء منها اخضر، او حته في الطرف بتاعها اخضر، او كلها خضراء. دي سببها ايه؟ سببها التعرض الطويل البطاطس للضوء، اي ضوء، سواء ضوء شمس او ضوء حتى اللمبه اللي عندنا في البيت. يبقى تعرض البطاطس للضوء ممكن يخليها ايه؟ تخضر، يعني عايزه يعني النضج، عايزه تنمو، عايزه ايه؟ تنبت من جديد يعني. ده معناه الماده الخضراء دي معناها وجود ماده اسمها السولانين. السولانين دي في حد ذاتها ماده سامه، خلي بالكم. انا مش بهول من المواضيع ولا يعني انا مش بهول، ما بحبش اهول، بس هي الماده دي ماده سامه، ممكن تسبب غثيان وقيء ومغص وصداع واضطراب عصبي. لكن لو اتاكلت كتير، يعني لو الناس عندها كميه كبيره من البطاطس الخضراء دي وعملوها، ممكن يحصل الاعراض دي لاي فرد من افراد الاسره. والماده دي ما بتروحش بالطبخ، الماده دي ما بتروحش بالطبخ، هي بالماده دي السولانين سامه لو اتاكلت بكميات كبيره. طب هنتصرف معاها ازاي؟ لو احنا بنشتري بطاطس، رايحين نشتري بطاطس وبنلاقي البطاطس وقابلتنا واحده خضراء، نستبعدها ما نشتريهاش، دي اول نقطه. طب لو احنا بقى اخدناها وبالغلط يعني ولقيناها موجوده في البيت، هنشوف لو اللون الاخضر ده حاجه بسيطه كده وممكن نقشره، واخدين بالكم؟ ممكن نقشره ونستخدم الجزء ايه؟ الباقي، بس التقشير يكون عميق شويه، يعني مش القشر على الخفيف، لا انا اقشر جزء من ايه؟ من لحم البطاطس كمان معاه، يعني القشره وجزء من اللي تحتها. لكن لو اللون ده الاخضر ده واضح ومالي البطاطسايه ومنتشر، يبقى تترمى فورا. والكلام ده مش كلامي، ده الكلام ده موثق من اف دي اي والدبليو اتش او وغيرهم. طيب، احيانا بنلاقي بقع حمراء كده موجوده على البطاطسايه. البقع الحمراء في حد ذاتها دي مفيش مشكله منها، يعني مفيش اي ضرر منها، لكن لو كانت مصحوبه بطراوه، واخد بالك؟ دي لو طراوه او ريحه طالعه منها يبقى دي لازم نرميها. طب احيانا بقى بنلاقي بقع بنيه خشنه من الخارج، بقع بنيه خشنه من الخارج، دي سببها بكتيريا من التربه، يعني سبب البقع البنيه الخشنه من الخارج دي بكتيريا طالعه من التربه، دي غير سامه، يعني دي ما فيهاش سموم خالص، لكن مؤشر على ان يتاثر على الشكل بس، يعني دي بتاثر على شكل، يعني تلاقي شكلها مش ظريف يعني ومش عاطفي يعني، دي تاشيرها كافي، يعني لو شلناها كده وقشرنا ده كفايه، ما فيش مشاكل منها. طب البقع السوداء الخارجيه، احيانا بنلاقي بقع سوداء كده خارجيه موجوده على البطاطسايه، غالبا بتكون من الكدمات، الخبطات والكدمات والضغط اثناء النقل، او بدايه، او ممكن تكون بدايه تلف على فكره. لكن لو النقط السوداء دي سطحيه، يعني على السطح بس، تتقشر وتستخدم الجزء الباقي. لكن لو النقط السوداء دي عميقه، يعني لو احنا قشرنا كده لقيناها لسه واصله لجوه وليها ريحه غريبه، الافضل طبعا ايه؟ تترمى. انا بقول بالراحه علشان الناس تستوعب، لان الكلام ده مهم جدا والستات بيحتاروا فيه. بعد كده نشوف الوان البطاطس من الداخل بقى، احنا بنلاقي مفاجآت لما بنفتح البطاطس كده، احيانا بنلاقي مفاجآت، ممكن نلاقي اللون اسود او رمادي من الداخل. ده من سوء التخزين عاده، بيكون يعني نتيجه سوء التخزين او نقص الاكسجين، ودي او كدمات داخليه. يعني نعمل فيها ايه؟ هتقول لي طب هي لقيناها نعمل فيها ايه؟ لو حاجه بسيطه
لو نقطه سوداء بسيطه كده ممكن تشال بالسكينه، مفيش مشاكل فيه. لكن لو اللون الاسود او البني ده منتشر وطريه والحته دي طريه، ولو ضغطت عليها بتطلع سائل كريمي كده، تبقى عفن، تبقى معفنه وغير صالحه للاكل، والمفروض ايه؟ على سله الزباله. طب اللون البني من الداخل، يعني لو لقينا لون بني من الداخل، ده بسبب الاكسده زي التفاح كده. يعني لو احنا قطعنا بطاطسايه وسبناها ممكن تتلون باللون البني كده، ده زي شبيب الاكسده كده. ده طبيعي جدا، غير ضار وآمن بعد الطهي حتى. لكن لو اللون ده البني غامق مع طراوه، خلي بالكم الطراوه والريحه لهم دور كبير. يعني لما نلاقي حاجه، حتى لو لقينا اي لون لازم نشم ونشوف فيه طريه ولا اي لون مهما كان. لو لقيناه طري وبيطلع سائل كريمي كده، نرميه فورا من غير اي كلام، لان ده خطر. نيجي بقى للحاجه اللي بتلخبط ناس كتير جدا وستات اكترهم، يعني اللون البنفسجي او الازرق احيانا بنلاقيه جوه البطاطسايه. بنفسجي وازرق، بنفسجي وازرق، وفي ستات لقوا موجود اللون ده موجود. اللون ده عباره عن ايه يا جماعه؟ هو ماده اسمها الانثوسيانين. الانثو ايه؟ سيانين. واللي بيتابعني عارف ان الانثوسيانين ده من مضادات الاكسده القويه، وده اللي موجود في التوت واللي موجود في العنب. وده غير ضار، بل بالعكس ده مضاد اكسده وامن جدا تماما جدا. يعني اللون البنفسجي ده يعني ما نخافش منه. يعني حتى لو بطسها كلها من جوه بنفسجي ما نخافش منها، طالما ناشفه ومش طريه ولا فيها اي ريحه غريبه. قلب البطاطس بقى احيانا ممكن يكون ابيض جدا بقى. يعني المفروض ان البطاطسايه لونها بيج كده مثلا. لو لقينا بطاطسايه لونها ابيض جدا او اجوف، ده بيكون بسبب النمو السريع او نقص بعض العناصر الموجوده فيها. ده طبعا غير سام، بس الجوده بتكون بتاعته اقل، وده صالح، البطاطسايه دي صالحه للاكل. الاخطر بقى من المواضيع اللي انا قلتها دي كلها بقى، خلي بالكم معايا، ركزوا بقى. الانفاق والحفر اللي داخل البطاطس. احيانا بنفتح البطاطسيه كده بنلاقي فيها انفاق، خطوط بالطول كده، وايه، كأن حاجه ماشيه جواها بتنخور فيها. فعلا هي حاجه جواها كانت بتنخور فيها. دي دليل على اصابه حشريه. يعني ممكن تلاقي سوسه او دوده، ممكن تلاقيها ممكن ما تلاقيهاش. يعني ممكن تلاقي، بس دي مكان السوسه او الدوده، ممكن تلاقي الدوده جوه، وممكن تلاقي السوس او ممكن ما تلاقيهاش خالص. يعني لو لقيت نفق او حفره او نفق محفور وجواها بودره سوداء، يعني لو لقيت نفق او حفره وجواها بودره سوداء او بنيه، هنا لازم تقف. نقف هنا بقى نعمل ايه؟ الكارثه مش في الدوده ولا السوسه، الكارثه في اللي سابته الدوده. الكارثه في اللي سابته الدوده وراها. البودره السوداء دي عباره عن ايه؟ هي الفضلات بتاعه الدوده. والفضلات دي احسن غذاء للبكتيريا والفطريات. الفضلات بتاعت الدوده اللي هي سايباها احسن غذاء للبكتيريا والفطريات. بقولها تاني، الفضلات دي تعتبر بيئه خصبه للاعفان كمان، اللي بتنتج بقى ايه؟ سموم ميكروبيه. واحنا عارفين السموم الميكروبيه زي الافلاتوكسين وغيرها وغيرها، واخدين بالكم؟ دي حاجات يعني في منتهى الخطوره. ودي خطر طبعا. الانفاق دي تعتبر خطر جدا، ممكن تنقل البكتيريا وصعب التاكد منها. يعني لو الاصابه دي كانت على الطرف، يعني نفرض لقينا نفق صغير كده على الطرف بتاع البطاطسايه، واخدين بالكم؟ نيجي بقى نقطع الحته دي وبزياده كمان حته تحتيها، يبقى كده ونستهلك الباقي لو احنا مضطرين نستهلك. يعني لا، مش مضطرين نرميها كلها، والافضل طبعا التخلص منها كلها. انت قلت لنا بقى في اول الفيديو هقول لكم على العلامات اللي لو شفتها ترمي البطاطسايه فورا. طبعا حاضر، من عينيا الاثنين. لو كان لون البطاطس لون البطاطس اخضر واضح جدا ومنتشر في البطاطسايه كلها، ارميها، مفيش داعي منها. يعني مش هنخاطر بصحتنا عشان بطاطسايه. لو شمينا ريحه عفن في البطاطس، لو كان حسينا طعم البطاطس مر، او لقينا افرازات لزجه، او نمو براعم طويله مع الاخضرار. يعني ممكن تلاقي براعم صغيره خالص كده، ماشي مفيش مشاكل. لكن لو البراعم دي اللي هي منبته، يعني تنبيته كبيره كده، لا، الافضل طبعا ايه؟ نرميها. طيب عايزين جبنه بطاطس بكميه كانت رخيصه ولا حاجه وحبينا نخزن منها مده، هل في ظروف للتخزين؟ طبعا في ظروف للتخزين، واحنا قلنا عليها قبل كده. اولا البطاطس ما تتحطش في الثلاجه. يعني البطاطس من الاغذيه او من الخضروات اللي هي مش المفروض ان تتحط في الثلاجه. اول حاجه، يعني في درجه حراره الغرفه
ويفضل تكون افضل درجه حراره لحفظ البطاطس من 10 ل 15 درجه مئويه، ودي الثلاجات اللي بيعملوها الناس تجار الجمله بتوع الخضروات. لكن احنا ما عندناش ال 10 15 دي، فنسيبها في جو الغرفه، لكن بتكون بعيده عن الضوء، دي اهم حاجه عشان ما تنبتش. انا قلنا اللون الاخضر ده ناتج من تعرضها للضوء، يبقى بعيده عن الضوء ومكان فيه تهويه جيده، وبعيده عن البصل والثوم والطماطم. انتوا عارفين ليه؟ ما هتقول لي اشمعنى البصل والثوم والطماطم؟ الناس اللي متابعاني عارفه. طب هقول بسرعه كده، عشان الحاجات دي البصل والثوم والطماطم بتطلع غاز اسمه غاز الاسيلين، بيخلي البطاطسايه تنضج اكتر واكتر وتطلع وتنبت، تخليها تنبت وايه، وممكن تبقى ايه مشكله، يعني هتبوظ يعني بالاخر. فاحنا نبعدها عن البصل والثوم والطماطم كده. وطبعا واحنا بنشتري البطاطس لازم نشتريها ناشفه، لو حاجه طريه ما نشتريهاش. واخدين بالكم ما نشتريش البطاطسايه المجروحه. طيب السؤال لحضراتكم بقى، هل وجدتم لون غريب قبل كده في البطاطس؟ يعني لقيتوا لون غريب في البطاطس يعني زي الالوان اللي انا قلتها ده؟ اكتبوا لي في التعليقات. وكان اللون ايه؟ واستعملتوها ولا رميتوها؟ يا ريت تشيروا الفيديو ده علشان الناس تعرف الفرق بين الصبغات المفيده والصبغات السامه، فالدل على الخير كفاعله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، واجعله في ميزان حسنات كل من شاهده ونشره ابتغاء مرضاتك يا رب العالمين. ما تنسوش بقى تدعوا لي وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في تعليق، وما تنسوش تدعموا القناه بالشير واللايك والتعليقات حتى ندعم القناه لنشر الوعي الصحي والغذائي في المجتمع. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.